هالحين جاء شرطي وقال وش صاير هنا؟ الرجال قال بسرعة يا شرطي هذولا سرقوا فلوسي وحاولوا يضحكون علي. الشرطي مسك واحدة من البنات بس الثانية صرخت لحظة يا شرطي ما سرقنا شيء، هو اللي سرق. الشرطي سأل وش السالفة؟ البنت قالت اصبر بقول لك كل شيء. شرحت كنا ننظف الحديقة لما شفنا هالرجال داخل. واحدة منا قالت شوفي رجال وسيم، وكملت بعدين شفناه راح لمتسوي الأعمى وسوى نفسه يعطيه فلوس. قلنا واو شخص طيب، بس بعدين لفت حواليه ولما شاف الرجال أعمى سرق صندوق الفلوس بشويش. البنات انصدموا، واحدة منهم طلعت جوالها بسرعة وبدأت تصوره. الحين البنت تقول للشرطي هالرجال نصاب وكذاب، الرجال قاطعها هي بس تألف قصص. كل هذا مو صحيح، تبي بس توقعني في الفخ. البنت تقول والله ما أكذب يا ضابط. بوريك الفيديو الحين. تطلع جوالها وتعرض الفيديو للضابط. في الفيديو واضح الرجال وهو يسرق من الشحات الأعمى. الرجال وقف مصدوم. الضابط يقول يعني حاولت توقع البنات بقصة كذب؟ على طول مسك الرجال وقال يلا معي، وهو ياخذ الرجال يلتفت للبنت ويقول شاطرة، سويتي الصح لما صورتي الفيديو، أشكال هذه مكانهم السجن. الضابط سلم الرجال للحراس وراح. بعدها البنت الثانية تسأل صاحبتها وش نسوي بالفلوس الحين؟ الأولى تقول تعالي معي. رجعوا للشحات الأعمى وحطوا الفلوس في يده بكل أدب. قلوبهم صارت خفيفة وفخورة. وش رايك؟ هل البنات سووا الصح لما كانوا شجعان؟ والرجال هل أخذ اللي يستاهله؟